في يوم انا كنت نايمه في غرفه نومي، وطبعا لابسه ملابسي خفيفه كده شويه، يعني براحتي. انا لسه عروسه متجوزه جديد ونايمه في غرفه نومي. جوزي سافر علشان هو كان بيشتغل بره البلد. لقيت فتحت عينيا لقيت حماية قاعد جنبي على سرير غرفة نومي. طبعا اتفجعت واتفاجئت، صرخت في وشه، قلت له ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وازاي قدرت تدخل شقتي؟ وازاي قدرت تدخل كمان غرفة نومي وتقعد جنبي على نفس السرير اللي انا نايمة عليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمة حاجة. لقيته قال لي اهدي اهدي ما تخافيش، انا ضربت عليكي الجرس اكتر من مرة لقيتك ما ردتيش، فخفت عليكي فقلت انزل اخدت النسخة بتاعت الشقة بتاعتك من تحت. احنا عندنا نسخة لشقتك تحت. اخدت نسخه بتاعت شقتك وطلعت، قلت لما اشوفك واطمن عليكي عشان لقيتك ما رديتيش اكتر من مره على الجرس. قلت له طيب تمام، بس برضو يعني ما ينفعش ان انت تفتح عليا الشقه. كنت ممكن تخلي سلفتي هي اللي تخبط عليا او هي اللي تفتح الباب. وكمان ما ينفعش يا عمو ان انت تدخل غرفه نومي وتقعد معايا على نفس السرير وانا نايمه براحتي، ما ينفعش. قال لي خلاص اهدي اهدي وما تزعليش نفسك، يلا نفطر. انا هقوم هحضر لك فطار. ولقيته قام ودخل المطبخ علشان يحضر لي فطار. طبعا انا مستغربه كل اللي بيحصل ده، ازاي عطى نفسه الحق ان هو يدخل شقتي؟ ازاي عطى نفسه الحق ان هو يدخل غرفه نومي يقعد جنبي وانا نايمه على نفس السرير غرفه نومي؟ يعني دي حاجات مفيش حد يقبلها. لقيته حضر لي الفطار وقال لي يلا نفطر مع بعض. رحت قمت غيرت هدومي ولبست حاجة كده كويسة عليا الإسدال، ورحت خرجت وقعدت على السفرة فطرت أنا وهو. بعد الفطار رحت قلت له خلاص يا عمو انزل، وانا مش عارفه، انا حاسه ان انا تعبانه ومدروخه شويه. انزل كده وانا ان شاء الله باذن الله هنام شويه، وساعه ولا ساعتين كده هتلاقيني جهزت الغدا ونزلت علشان اتغدى انا وانت وسلفتي وكلنا نتغدى مع بعض. قال لي تمام، راح اخد بعضه ونزل. بعد ما نزل لقيت نفسي دماغي تقيله ومدروخه شويه وعايزه انام، بالفعل دخلت نمت. انا ما حسيتش والوقت عدى بيا. لقيت اذان العشاء بيأذن، قمت على اذان العشاء. ببص في الساعه لقيت العشاء بيأذن. كل النوم اللي انا نمته ده ايه اللي حصل لي؟ ازاي انا نمت كل الوقت ده وما حسيتش؟ آه كنت بفتح عينيا لقيت حماية قاعد جنبي على السرير. صرخت في وشه تاني، قلت له تاني انت ازاي عملت كده؟ انت كل شويه هصحى من النوم الاقيك قاعد جنبي على السرير. قال لي اصلك انا قلقت عليكي، انا استنيتك كتير، وبعدين انا جعان قوي لقيتك ما نزلتيش وما اعرفش عنك اي حاجه، قلت لكوني تعبتي فقلت اطلع اطمن عليكي، وانا جهزت غدا اهو سريع. انا عملت لك مكرونه وفراخ بانيه ويلا نتغدى مع بعض. قلت له كمان عملت الغدا. رحت طلعت لبست الاسدال ورحت طلعت اتغديت انا وهو. لقيت سلفتي بقى بتخبط علينا، بتقول لي بتقول له ايه الاهتمام ده كله؟ انت دايما قاعد معاها، دايما بتاكل معاها، وانا لما اقول لك تعالى اتغدى معانا تقول لي انا لسه متغدي. انت بتهتم بيها وهي لا، انت بتعاملها كويس وهي لا. قال لها والله انتوا الاتنين واحد، بس انا علشان جوزها مسافر يعني بهتم بيها علشان اعوضها عن غياب جوزها. لقيته قال لي طيب يلا بقى خدي راحتك واحنا نازلين، واخد سلفتي ونزل. وانا قعدت بقى في البيت، ظبطت شويه حاجات في البيت وعدى اليوم على كده. تاني يوم لقيت حماية جايب لي اكياس كده اشكال والوان، جايب لي كده كاش مايوهات وبيجامات، وجايب لي عبايات، وكمان جايب لي اكل وحاجات حلوه وحاجات ساقعه وكل طلبات البيت، وقال لي خدي الحاجات دي علشان ما تنزليش. مين اللي شافه وهو طالع لي بالكياس؟ سلفتي. راحت سلفتي قالت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ اشمعنى هي بتجيب لها الحاجات الحلوه دي؟ اشمعنى ما بتجيبليش؟ اشمعنى هي انت بتهتم بيها وانا لا؟ قال لها انا قلت لك، انا شايفه ان هي تعبانه ودايما زعلانه وقافله على نفسها بسبب ان جوزها مسافر واتغرب وسايبها لوحدها وهي لسه عروسه جديده. انا بحاول اعوض قدر صغير علشان جوزها سايبها ومسافر، وانتوا الاتنين بالنسبه لي واحد. لقيت سلفتي كده بتتكلم كده بطريقه مش عجباني، حسيت
وقتها ان هي غيرانه او زعلانه. قلت لها والله صدقيني لو ينفع ان انا اديلك الحاجات دي كنت اديتها لك، بس حمايه هو اللي جايبها لي، ما ينفعش اديها لك علشان ما يزعلش. اخدت القعده معايا هي وحمايه، وبعد كده نزل. لقيت حمايه كل يوم الصبح يطلع يعمل الفطار، واقعد افطر انا وهو، انا اعمل الغدا انده عليه ويفطر معايا. بصراحة أنا كنت مستغربة موقفه في الأول، وكنت مستغربة إزاي بيجي ويفتح عليا الباب ويقعد معايا. بس بعد كده مع الوقت اكتشفت إن هو إنسان محترم، وإن هو فعلا بيعاملني زي بنته بالظبط. في يوم من الأيام كنا بنتغدى أنا وحماية، لقيت جوزي فتح بالمفتاح ودخل علينا. فقلت له إيه ده؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتني. انت جيت ازاي؟ ده انت بتنزل اجازه كل سنتين، ازاي جيت؟ ده انت لسه مسافر بقالك كام شهر. راح قال لي يلا. انا قلت ايه اعملها لكم مفاجاه. قلت له طب تعالى كل معانا. قال لي لا انا واكل وشبعان. لقيت جوزي كده شكله وشه مش حلو، وحتى كلامه بيتكلم كده بطريقه مش حلوه. قلت له مالك في ايه؟ قال لي لا مفيش. راح حمايه اتغدى وراح قال ايه انا هسيبكم لوحدكم، واخد بعضه ونزل. لقيت جوزي نزل لحمايه، قال لي انا نازل اقعد مع ابويا شويه. قعد ساعة اتنين تلاتة، رنيت عليه قلت له تعالى انت ما طلعتش ليه لحد دلوقتي؟ قال لي انا جاي. اخد بعضه وطلع. طبعا ايه انا بقول له ايه انت ليه ما قلتليش ان انت جاي؟ قال لي انا حبيت اعملها لك مفاجأة. قلت له طب مش تقول لي علشان اظبط نفسي يعني وكده؟ قال لي لا ما انت مظبطه نفسك اهو زي الفل. قلت له انت ليه بتتكلم كده؟ ولا مظبطه نفسي ولا حاجه، انت من ساعه ما انت سافرت وانا تعبانه ودخلت في حاله اكتئاب، واللي مخفف عني باباك. هو الصراحه بيجي يفطر معايا، بنزل اتغدى انا وهو، بيشتري لي طلبات البيت وبيشتري لي كمان لبس حلو قوي، مش مخليني عايزه اي حاجه. قال لي اه قلتي لي مش مخليكي عايزه اي حاجه. قلت له ايه ده انت بتتكلم كده ليه؟ قال لي بعدين هتعرفي كل حاجه. لقيت في يوم سيلفي وسلفتي طالعين يقعدوا معانا، فانا دخلت المطبخ احضر لهم اي حاجه سريعه كده، حاجه حلوه سريعه ياكلوها مع كوبايه شاي ولا قهوه اي حاجه. فوانا جايه بالصينيه من المطبخ لقيت سلفتي وجوزي عمالين يتوشوشوا مع بعض. فانا الصراحه استغربت. سمعت كده ان هي بتقول له شفت البيجامات، شفت الكاش مايوهات، شفت الكاش مايوهات والبيجامات والعبايات اللي حمايه جابها لها اللي قلت لك عليها؟ قال لها شفت كل حاجه. وقتها انا عملت نفسي مش واخده بالي ومعرفش اي حاجه عن الموضوع، وعرفت في وقتها ان هي غيرانه مني، وهي كانت السبب في ان جوزي ينزل فجاه، وهي كانت السبب في خلق المشاكل بيني وبين جوزي. انا شايفه ان جوزي متغير معايا جدا، حتى بيكلمني بطريقه مش حلوه. آه نزلت قمت الصبح عملت فطار، قمت في الصبح عملت فطار. فاتصلت بحمايه تعالى يا حمايه افطر معانا. قال لي لا يا بنتي خليكوا ايه على راحتكم، جوزك جاي من السفر وخليكوا على راحتكم علشان ايه ما بقاش رخم عليكم. عملت الغدا، اتصلت بيه تعالى طب يا حمايه اتغدى معانا بدل ما تتغدى لوحدك. قال لها لا يا بنتي ايه خليكوا على راحتكم. لقيت جوزي بقى اتفتح فيا وقعد يصرخ انت ايه انت ما بتعرفيش تاكلي لقمه من غيره؟ تعالى اتغدى تعالى افطر، هو انت متجوزاني انا ولا متجوزاه هو؟ قلت له ايه ده انت مجنون؟ انت ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله؟ اللي انا بقوله ده اللي انت بتعمليه؟ هو جوزك ولا انا؟ اه ما انت بقى عايشه بقى على كيفك، يفطر معاكي ويتغدى معاكي وعايش معاكي، ده هو اللي متجوزك مش انا. ونزل فيا ضرب ورمى عليا يمين الطلاق. قلت له ايه ده انت مجنون؟ ده راجل قد ابويا، ازاي بتشك فيا وكمان بتشك في ابوك اللي كبرك ورباك؟ اه انا عرفت مين السبب في كل ده، هي اللي وقعت بيني وبينك. اللي ام قلبي مريض الغيرانه الحقوده، هي اللي عملت كل ده علشان سيلفي، عشان حماي بيهتم بيا وهي لا. انا مش ذنبي ده، ده بيعاملني كبنته. بنت ايه بنته؟ عايش معاكي يفطر معاكي ويتغدى معاكي ويفتح عليكي الباب ويقعد معاكي، بنته ايه؟ ورمى عليا يمين الطلاق واخد بعضه وسافر. دلوقتي انا مطلقه وجوزي سابني وسافر، وانا رحت عند بيت اهلي ولسه ما اخدتش اي حق من حقوقي، وكمان انا مظلومه. وراجل كبير، الراجل الكبير كمان ابوه مظلوم اللي قاعد تحته وقافل على نفسه، ممكن يموت ولا يجراله اي حاجه ولا تجيله جلطه ولا اي حاجه بسبب
ان ابنه برضو كلمه بطريقة مش كويسة، لا هو بيطلع عندنا ولا احنا بننزل عنده، يعني هو ولا هو بيطلع ولا بينزل. معنى كده ان ابنه كلمه وحرق دمه. كل ده بسبب الحرباية سلفتي. من فضلكم قولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. انا دلوقتي متطلقة بسبب الحربية سلفتي وبسبب قلبها المريض، وما اخدتش حقوقي، وكمان حماية مظلوم وانا مظلومة. مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. بصي، لو انت حضرتك عايزة رأيي، اولا اجتنبوا الشبهات. ده راجل غريب عنك حتى لو كان حماكي، ده يحللك. ده راجل غريب عنك، انت كنت تقدري تقفلي الباب من الاول على نفسك من جوه. لقيتيه فتح مره ودخل، اقفلي الباب على نفسك من جوه، حطي المفتاح في طبلة الباب، عمره ما هيقدر يفتح عليكي. اجتنبوا الشبهات. مثلا لو طلع عندك كنت انتهي سلفتك تقعد معاكي. لو مثلا جابلك حاجه اقسميها بينك وبين سلفتك، هي غيرة سلفتك هي اللي عملت كل ده وخربت عليكي وخربت البيت. كمان احنا ندوا يعني انا عايزه اقول ان جوزك عنده حق في اللي هو عمله. راجل غيران على مراته، وبعدين في زماننا ده يعني مفيش حاجه بعيد. حتى لو حماكي بيعاملك زي بنته وراجل محترم وكل حاجه، بس في زماننا ده مفيش حاجه بعيد. فانتي غلطانه، انتي كنتي قفلتي الباب من الاول وما كانش كل ده حصل. طيب بالنسبه بقى للحل، الحل ايه؟ الحل ان انت تدخلي حد من اهلك ويتكلم معاه، وان شاء الله باذن الله ربنا يصلح الاحوال وجوزك يرجعك. بس اتمنى تكوني اتعلمتي من غلطك. كمان زوجك لازم يصالح ابوه ويراضيه ويطبطب عليه ويكبر بخاطره بكلمتين كويسين علشان ظلمه، ولازم يفهمه ان اللي عملت كل ده سلفتك. لازم يفهموا ان هي اللي خربت الدنيا وخربت البيت. وربنا يصلح حالي وحالك وحال البيوت اجمعين. من فضلكم الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا هنا، يا ريت تكتبوا لنا رايكم في التعليقات علشان صاحبة المشكلة تختار الرأي المناسب لحل مشكلتها من خلال رأيي انا الشخصي او من خلال رأي حضراتكم في التعليقات. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله. من فضلكم اعملوا لايك وشير كتير على اوسع نطاق علشان الكل يقدر يستفيد. ولو لسه ما اشتركتوش انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قول علشان يوصلكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.